من حوالي 16 سنة تقريبا اتقال لي أكبر زرباية واشتغالة في التاريخ. وانا في اولى اعدادي كان قاعد جنبي على الديسك ولا يمني، كان اول صاحب ليا مش مصري. وفي يوم كنا بنناقش الاحوال الاقتصادية والاسواق العالمية زي اي اتنين في اولى اعدادي، يعني انتوا عارفين محنك من صغري. قال لي شيء عجيب جدا، قال لي تعرف يا حوكة اليمن هتنضم لدول الخليج قريب جدا. كيف يعني؟ قال لي اشتري مني ما تراجعش ورايا، اليمن هتنضم لدول الخليج. انا كنت عيل هفق بصدق اي حاجه وقلت ياه، يعني اليمن هتبقى غنيه زي الامارات وقطر؟ قال لي اشتري مني وما تراجعش ورايا. وانا اشتريت، جريت على امي اليوم ده وقلت لها صاحبي اليمني قال لي خبر رايق يا ماما، وحكيت لها. وزي اي ام في الدنيا لما تشوف حد اشتغل ابنها قعدت تضحك عليا طول الليل، وحسيت ان شكلي خرم قوي يا رجاله، وفهمتني ان دول الخليج اسمها دول الخليج مش عشان اغنياء، هم ببساطه اسمهم كده عشان بيقعوا على الخليج العربي، واليمن موقعها الجغرافي على خليج عدن والبحر الاحمر. ومن ساعتها انا عندي اهتمام زايد بدوله اليمن، وده موضوع حلقتنا النهارده. ومعاكم محمود عاشري من 5 في عينك، ويلا بينا نبدا. للاسف يا رجاله، مع كل اسف، اليمن دوله فقيره، دوله فقيره بطريقه مستفزه، فقيره لدرجه ان كل سنه ما بتخرجش عن افقر 10 دول في العالم. وفي بعض مواقع احصائيات دخل الفرد بالنسبه للناتج المحلي ما بتخرجش عن افقر 3 دول في العالم. الحكايه بدات من زمان قوي، من اول انقسام فعلي حصل في اليمن. كالعاده يعني نفس الافيه المعتاد، تبقى انت قاعد في بلدك بتضرب وكوبايه شاي، تلاقي دول اوروبيه دخلت بلدك تقرر مصيرك، ترسم حدودك، تقسم بلدك، تقول لك انت حيوان بربري، واحنا الاوروبيين المتحضرين جايين نعلمك يعني ايه حضاره ويعني ايه تبقى بني ادم، جايين نعلمك ازاي تعيش حياتك الخاصه في بلدك الخاصه يا جعر. يعني جماعه عرب عايشين في اليمن في امان الله، إذ فجأة تلاقي بلدهم بتتقسم ما بين إمارة عثمانية ومستعمرة بريطانية. الشمال كان تحت نفوذ الدولة العثمانية، قاعدين مبرطعين واكلين شاربين فيها، والجنوب كانت مستعمرة بريطانية قعدت تتوسع لحد ما اتعرفت بعد كده بمحمية عدن. في 1914 حصلت حرب عالمية ما بين دول أوروبا، الدولة العثمانية كانت حليفة لألمانيا، وبريطانيا كانت من دول الحلفاء على الجانب التاني. طب انتوا يا عم الحاج دول أوروبية منكم في بعضكم عاملين عركة هناك في أوروبا، ليه بقى يحصل مواجهات عسكرية في اليمن بين القوات العثمانية والقوات البريطانية؟ وطبعا لازم طرف فيهم كان ياخد على قرطه، والطرف ده كان الدولة العثمانية. وبعد ما الدولة العثمانية اتهزمت في الحرب وانسحبت من اليمن في 1918، استقل الإمام يحيى في الشمال وقال لك بس يا ابويا انا هعمل مملكة كده على الضيق هسميها المملكة المتوكلية اليمنية. طب جنوب اليمن يا عم الحاج؟ لا معلش لا مؤاخذة، يعني جنوب اليمن لسه مستعمرة او محمية بريطانية، بره عني الكلام ده. كده احنا عندنا نفرين، نفر شمالي بحكم ملكي متوكلي يمني، ونفر جنوبي لسه مستعمرة بريطانية. طب ايه اللي حصل لكل نفرات مدير الله كريم؟ المملكة المتوكلية فضلت حاكمة لحد سنة 1962، فطلعت ثورة بين قوسين، يعني انقلاب عسكري بقيادة عبد الله السلال، وقال لك لن نستعبد بعد اليوم يا رجالة، واعلن قيام الجمهورية العربية اليمنية، طير بيه الحكم الملكي للامام محمد البدر حميد الدين، اللي حط ديله في اسنانه وخدها جري للسعودية. يعني اصلك لسه ما تعرفش يا صاحبي ان الثورة ادت لحرب اهلية لمدة 8 سنين ما بين القوات الجمهورية اللي مدعومة من مصر، كمان يعني نفس الحوار ده حصل عندنا، وبقينا جمهورية بعد ما كنا ملكية، واللي هو سبحان الله يعني كانت بدأت بثورة بيقودها عساكر برضه، وسبحان الله في نفس الوقت الحكم الملكي كان مدعوم من السعودية اللي هي ملكية برضه، وانتهت العركة بفوز الجبهة المدعومة من مصر وسيطر الجمهوريين على الحكم، وبدأت الجمهورية العربية اليمنية تحكم في الوقت ده. بالنسبة للجنوب بقى، سنة 1967 جنوب اليمن استقل عن الحكم البريطاني، وبص لفوق كده ولقى ان الشمال بقى جمهورية يمنية، قال لك اشمعنى انا؟ فالجنوب اعلن عن قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، اللي بعدها بقت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. النظام السياسي العام كان يبدو وكأنه دولة مركزية اشتراكية.
وده عشان كانت مدعومه من الاتحاد السوفيتي الاشتراكي. وبعدين بقى يعني انا مش فاهم، هل كل دوله تحب تضرب الايديولوجيه الطرش بتاعتها تروح تضربها في اليمن؟ يعني مصر تضرب في الجمهوريه، السعوديه تضرب في الملكيه، السوفيت يضربوا في الاشتراكيه. المهم ما طولش عليك يا دولي، قال لك دي اول دوله اشتراكيه في العالم العربي، فكانت معزوله حبتين عن باقي العالم اللي حواليهم، اكمن الاشتراكيين يعني ريحتهم وحشه. حصل اصلاحات وتاميم ممتلكات خاصه وتحسين وضع المراه والغاء العبوديه وتاميم التعليم والزرطبيح اللي انت عارفه ده اللي بتطرشه في اي موضوع تعبير. وفي نفس الوقت كان في معارك داخليه بتحصل بين فصائل سياسيه مختلفه. وصلنا لسنه 1990 والاتحاد السوفيتي ركب قطر 6 الا تلت وانهار. اليمن الجنوبي بص حواليه يعني لقى ان ظهره عريان، مفيش اتحاد سوفيتي خلاص. قال لك انا واخويا على ابن عمي وتوحد مع الشمال 22 مايو 1990. وكان علي عبد الله صالح اللي من الشمال رئيس الدوله، وعلي سالم اللي من الجنوب بقى نائب. خلص الحوار على كده وبقينا سمنه على عسل؟ لا بالعكس، بقينا سندوتش فراخ بالحلاوه، اللي هو حاجتين ما ينفعش يتحطوا في رغيف واحد. لمده 4 سنين بعد الوحده حصل صراعات على السلطه ما بين الجنوب والشمال. الجنوبيين قالوا لك احنا مهمشين، الجماعه اللي في الشمال دول يعني شايفيننا جرابيع قاعدين يقسموا على نفسهم كل حاجه، ايش مناصب قياديه، ايش توزيع اراضي، ايش توزيع ممتلكات على مسؤولين ونخب قبليه شماليه. وانا يعني ابن البطه السوداء الجنوبي اللي يا دوب بيشم ريحه دخان كبابجي بيشوي ربع كفته ومش قادر استطعم يا جدعان. طبعا الحوار كبر والناس اللي فوق قاعده بتطفح كباب وكفته والناس اللي تحت بتطفح ورق جرايد من جريده الدستور. وبدات حرب اهليه سنه 1994 السنه اللي اتولدت فيها. الجنوب كان بيطالب بالانفصال مرة تانية، لكن الشمال انتصر في الحرب الأهلية ووحد اليمن كلها لكشة واحدة كده. وفي طراطيش كلام بيقولك ان السعودية كانت بتدعم الجبهة الشمالية اللي هم الجمهورية اليمنية، اللي السعودية كانت ضدهم اصلا لما انقلبوا على الملكية. خلصت الحرب الأهلية وتم توقيع اتفاقية حدودية بين اليمن والسعودية سنة 2000، ورجع عبد الله صالح رئيس لليمن كله عادي، يعني حصل ما حصلش. خلص الحوار على كده؟ لا، ما هو اصل في خصله وسخه في العرب بعيد عنك، اللي بيقعد على كرسي بيفضل متبت فيه ما بيحلوش ابدا. يا عم يعني يهديك يرضيك ابدا، وعهد الله ما انا متعتع من على الكرسي يا شويه كوركات. فاخوك علي عبد الله صالح فضل يحكم اليمن من سنه 78 ل 2012، وكالعاده يعني فساد اداري، فساد اقتصادي، تحالفات مع قبائل قويه، توزيع مناصب بالمحسوبيه والكوسه والحكايه الحمضانه اللي انتوا عارفينها دي. قبل 2011 حوالي 45% من الشعب كان تحت خط الفقر. اليمنيين شافوا اللي حصل في مصر وحصل في تونس في الربيع العربي في 2011، قالوا لك بس يلا بينا يا رجاله، احنا نعمل ثوره ونصلح البلد ونقضي على الفساد ونتجه نحو مستقبل افضل لاولادنا. وفعلا بعد نجاح الثوره وتنازل علي عبد الله صالح عن الحكم والدنيا زي الحلاوه، نسبه السكان اللي تحت خط الفقر بقى 82%. وبدأت حكومة جديدة برئاسة عبد ربه منصور هادي. في نقطة كده مهمة حابب أظرفها لك قبل ما نكمل، وهم جماعة الحوثيين اللي عاملين نوش. حركة الحوثيين في اليمن بدأت كحركة ثقافية بين قوسين يعني دينية، اللي هو احنا عايزين نثقف ونوعي الشعب اليمني ونعيد إحياء المذهب الزيدي وندافع عن حقوقنا وناكل معاهم كباب وكفتة. وطبعا كان في صراع بين الحكومة والحوثيين، والحكاية قلبت جد في 2004 بعد ما اتقتل مؤسس الحركة حسين بدر الدين الحوثي، ومسك الحركة بعدها اخوه عبد الملك الحوثي، والحركة بقت عسكرية اكتر منها من دينية او مذهبية او ثقافية، ودخلوا في حوالي 6 حروب ضد نظام صالح بين 2004 و2010. جت سنة 2014 وحصل دربكة واليمن اتفشخت اكتر ما هي مفشوخة، وكالعادة يعني هنمشي بمبدأ اللي يجي منك احسن منك. المصادر بتقول ان الحوثيين اتحالفوا في السر كده مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح اللي كان بيحارب الحوثيين نفسهم قبل الثورة، يعني ده شملوا وش بعض ورجعوا اتحالفوا عادي. مفيش انجس من السياسه يا رجاله، اي سياسي في الدنيا ممكن يفلقس ويفنس للشيطان نفسه لو ليه مصلحه معاه. المهم اتحالفوا مع بعض ضد حكومه هادي، وجم الحوثيين العاصمه صنعاء وسيطروا عليها وكلبشوها، وحطوا الرئيس منصور هادي تحت الاقامه الجبريه. عملوا اتفاقيه شراكه اجباريه مع الحكومه اداهم نفوذ سياسي قوي. لكن الحوثيين في 2015 حلوا البرلمان وشكلوا لجنه ثوريه عليا. طب فين الرئيس هادي من كل ده؟ زيه زي اللي قبله، شد ديله في اسنانه وهرب على عدن، ومن عدن على السعوديه. مين بقى اللي زعل واتضايق من الترب ده؟ السعوديه.
راحوا داخلين بحملة عسكرية على اليمن مع الامارات بدعم امريكي وبريطاني وفرنسي عشان يسفلتوا الارض بالحوثيين. من الحوثيين يعني جماعة شيعية وبيشكلوا خطر امني على المنطقة وحدود السعودية، مع ان جنبهم سلطنة عمان برضو، لكن انت فاهم يعني سلطنة عمان متسلطنة ومش شاغلها اللي بيحصل حواليها. وكل اللي نلناه من قصف السعودية والامارات لليمن ما هو الا دشملة اليمن والبنية التحتية والخراب والقرف، عشان بعد كل ده لسه الحوثيين مسيطرين على صنعاء وعلى اجزاء من الشمال عادي، والحكومة الاصلية المعترف بيها دوليا مسيطرة على عدن واجزاء من جنوب اليمن. وبين ده وده في نفرين كده بيحملقوا في النص في الخباثة والسكرتة، وهو تنظيم القاعدة وتنظيم داعش. الحرب دي لحد 2021 بس ادت لموت 377 ألف شخص بشكل مباشر او غير مباشر. الحصار الجوي السعودي على الحوثيين ادى لنقص الوقود والغذاء والدواء. قبل ما اكمل انا هنا ما بقولش مين صح ومين غلط، عشان عارف ان هيخش لي واحد سني سعودي يصيح وهيخش لي واحد عراقي شيعي يقاقي. انا ماليش فيها يا باشا، انا على الله حكايتي، مجرد بعرض لك اسباب ونتائج ووقائع، كل واحد شايف ان هو صح وكل طرف شايف انه بيحمي مصالحه الدوليه والاقليميه. انا ما يشغلنيش من كل ده الا المواطن الغلبان اللي اتفشخ بسبب الصراعات دي، وهبقى اقول لك في اخر الحلقه عن رايي الشخصي في الحوار ده كله. المهم البلد اتقسمت لكذا سلطه. حكومه هادي المدعومه من السعوديه اللي قادت غارات جويه بدعم 9 بلاد عربيه مختلفه معاها، وعملت ضعف للحركه الحوثيه لكن ما قدرتش تخلص عليهم كلهم. الحوثيين المدعومين من ايران طبعا والاسباب غير مجهوله، دعم عسكري ودعم سياسي لكن دعم محدود لو هتقارن مع دعمهم لحزب الله، والهدف اعتقد يعني توسيع نفوذهم الاقليمي، بما ان مفيش حد بيطيق ايران في المنطقه كلها ما عدا العراق يعني، خصوصا السعوديه ما بيطقهمش. وفي المجلس الانتقالي الجنوبي اللي مدعوم من الامارات اللي كانت بتحاول برضو تخلص على الحوثيين وتنظيم القاعده، والامارات عرفت تسيطر على مواني ومناطق استراتيجيه زي عدن والمخا وسقطرى. وبيقول لك تنظيم القاعده في جزيره العرب عامل قلق برضو. وغير كل دول طبعا في دعم عسكري واستخباراتي من امريكا وبريطانيا وفرنسا زي ما قلت، وصراع على السلطه كالعاده. واديني في سرطان الخصيه جامد، انا في الفورمه النهارده. ايه اخبار الاقتصاد اليمني بقى وسط المدعكه دي؟ قبل مدعكه 2014 كان الناتج المحلي لليمن حوالي 43 مليار دولار. النفط كان بيشكل 75% من ايرادات الدوله و90% من الصادرات. الزراعة كانت متهانة كده بسبب الجفاف والمناخ. بعد الحرب بقى الدنيا راحت في المخلل منه. الدولار سعره وصل ل 240 ريال يمني، وده السعر البنكي الرسمي، انما في السوق السوداء هو اسعار المنتجات الغذائية زاد اكتر من 300%، واليمن بقى يستورد 90% من المنتجات الغذائية. ولان اليمن محاصر جوي وبحري فالحوار اصعب واغلى مما تتخيل، والبطالة وصلت ل 50%، ويعني ده رقم غريب جدا مش متأكد منه، اللي هو نص الشعب تقريبا مش لاقي شغل، بس يعني ده اللي لقيته قدامي في المصادر. والفقر زي ما قلت نسبته زادت من 45% لاكتر من 80%. بخصوص قطاع النفط والغاز، انتاج النفط تراجع من 300 ألف برميل يوميا ل 60 ألف برميل بسبب توقف التصدير وهجمات الحوثيين على مواني شبوة وحضرموت. بالنسبة للبنية التحتية مش محتاج اتكلم عليها، معدومة سعادتك يعني مش باين لها ملامح. وللأسف اليمن حاليا مصنفة من ضمن الدول اللي فيها مجاعة، مصنفة انها ضمن اسوأ ازمات انسانية، لدرجة ان اليمنيين اللي بيشتغلوا في السعودية او في بلاد تانية الفلوس اللي بيبعتوها لاهلهم في اليمن مصنفة كمصدر دخل اساسي للدولة. في تقرير لمنظمة الغذاء العالمية بيقول ان في اكتر من 2 مليون و200 الف طفل بيعانوا من سوء التغذية الحاد، نص مليون طفل في خطر الموت بدون وجود علاج طارئ. وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية بيقول ان نص السكان مش قادرين يتحصلوا على مياه نظيفة، واكبر تفشي للكوليرا في العصر الحديث من سنة 2017 بسبب المية الملوثة. منظمة اليونيسف برضو بتقول ان في اكتر من 2 مليون طفل ما بيروحوش مدارس، والانح من كده ان مفيش مدرسين ولا كتب في مدارس في مناطق كتير. الموضوع صعب يا رجالة. حتى التوقعات المستقبلية لليمن مرعبة، يعني لو بفرض ان كل الصراعات على السلطة والحصار والحروب انتهت حالا، البلد هتحتاج من 20 ل 30 سنة تطوير لمجرد بس انهم يعيشوا الحد الادنى للحياة
الآدمية. انا كنت ناوي اكمل الحلقة دي 10 دقايق كمان على الاقل، وكان هيكون فيها العادي بتاعنا، يعني التريقة على اسامي المدن والهزار على العادات والضحك مع الشعب اليمني الجميل. بس الموضوع صعب يا اخوانا، انا قفلت من الهزار وانا بعمل ابحاث عن الحلقة دي، اللي هو بادئ السكريبت بهزار والموضوع عمال يقل كل ما اغوط اكتر في الحلقة لحد ما وصلت للحظة دي، وخلاص يعني انا مش عارف اكتب افيه حتى. لو عايز تعرف رأيي الشخصي بقى عن القصة دي كلها، لأن انا متأكد ان الرأي ده هيزعل ناس كتير مني، بس انت عارف يعني انا ما بيهمنيش زعل حد، واللي مش عاجبه يروح يشوف له حنكلولو من نيجيريا يقعد عليه. رأيي الشخصي في الموضوع ده كله ان ابو الحوثيين على ابو السلطات الشمالية على ابو السلطات الجنوبية على ابو الرئيس اليمني السابق على ابو الرئيس اليمني الاسبق على ابو التدخلات العسكرية على ابو التدخلات السياسية على ابو الاستعمار اللي قسم الدولة على ابو اي حد بيتصارع على سلطة، لدرجة الجشع والخنزرة اللي خلت نص الشعب اليمني مش لاقي ياكل. اصل هي دايما كده، الكبار يتصارعوا على سلطة زي ما يكونوا دايمين في الدنيا دي ومش هيشوفوا حساب في الاخرة، والمواطن الغلبان ما يلاقيش ياكل عياله بسبب خنازير بتتخانق على حكمه. ان شاء الله هعمل جزء تاني لشرح دولة اليمن نتكلم فيه عن الحضارة والاكل والتاريخ والمحافظات وكل حاجة يعني زي العادة، ونعرف نهزر شوية مع بعض.